ليه لازم تاكل رمان؟ لو اول مره تتفرج على ليه لازم تاكل من كايرو جاردن، لازم تاكل ده برنامج بيقول لك كل الفواكه والخضروات اللي مفيده جدا ليك. وليه تنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان تشوف كل الفيديوهات الجديده. على الرغم من صعوبه تقشيره، الرمان مفيد جدا جدا ليك. في الطب الحديث بيسموا الرمان فانكشنال فود، يعني اكل يعتبر مش مجرد مكملات غذائيه، لا ده اكل فانكشنال مهم جدا. النهارده هقول لك ليه الرمان يعتبر من الحاجات اللي ما ينفعش تفوتها في الاكل بالنسبه لك. اكبر قاتل في العالم هي امراض القلب. الرمان فيه ماده اسمها بيونيكاليجين، الماده دي مفيده جدا للشرايين. الماده دي مضاده للاكسده، يعني زي بالظبط نفس الماده اللي موجوده في الشاي الاخضر اللي مفيد جدا للشرايين بالنسبه لك، بس يمكن دي اكتر فاعليه منه شويه. الكوليسترول اللي في شرايينك او الكوليسترول اللي في جسمك مش ضار دايما، اللي هو ال LDL مش كله ضار، لكن الكوليسترول المتأكسد هو ده اللي ضار، وهو ده اللي بتستهدفه المادة اللي موجودة في الرمان. لأن لما بيتأكسد الكوليسترول، تخيل خرطوم كده وبتبدأ تسده حبة حبة لغاية لما بيضيق الشرايين بتاعتك وما تعرفش الدم يمشي بشكل سهل. الرمان بيمنع الأكسدة للكوليسترول ده، فبيساعد على حماية الشرايين بتاعتك. وطبعا مش هفهمك ان لما يزيد تدفق الدم القلب يبدأ يضخ دم بسهولة، ما يبقاش فيه ضغط على القلب بتاعك فيحمي القلب بتاعك، فتبقى 100 فل و10. تقليل الأكسدة معناه تقليل الترسبات اللي موجودة في الشرايين، معناه صحة زي الفل. الرمان فيه مضادات للالتهابات زي فلاجونوز، إليجاتانينز، دي كلها مضادات للالتهابات وموجودة فعليا في الرمان. إليجاتانينز يعني كلمة غريبة جدا. في انزيمات كل ما بتكبر في السن بتبدأ تاكل في الغضاريف بتاعتك. المواد دي بتقلل التآكل بتاع الغضاريف، فبتقلل طبعا المشاكل اللي في الركبة والمشاكل اللي في الغضاريف عموما في جسمك. ولكن كل ده اتعمل على دراسات معملية، فما ينفعش تاخد ده وتروح تبدله بالدواء وتقول انا مش هاخد دواء وهاخد رمان. لا، ده بيقولك انك تاخد الرمان وتاخد كل الحاجات اللي موجودة في الحلقات اللي فاتت، لكن كمكملات غذائية علشان الوقاية، مش عشان العلاج، مش عشان تبدل الدواء بالحاجات دي مكملات غذائية. يبقى الرمان فيه مضادات للالتهابات، مضادات للأكسدة، فده مفيد جدا لأي حد عنده مشاكل في فاصل كمكمل غذائي. طيب وبالنسبه للذاكره، الرمان فعليا اتعمل ابحاث على الرمان، وبالناس بالذات للناس اللي يعني تقدموا في السن. طبعا لو انت صغير وبتاخد رمان ده احسن وقايه. الناس المتقدمه في السن اتعمل بحث، جابوا ناس وبقوا يشربوا 250 ملي رمان يوميا لمده 4 اسابيع. الناس دي كان عندها ضعف في الذاكره، واكتشفوا ان في تحسن ملحوظ في الذاكره بعد المده بتاعه الاربع اسابيع، كل يوم 250 ملي رمان. وده مقارنه بالناس اللي كان عندها نفس الكونديشن ده او نفس العرض ده ولكن ما خدوش ال 250 ملي رمان. نرجع نقول ده بحث علمي اتعمل على عدد محدود من الناس، يعني مش دواء نازل ناخده كلنا ونبقى زي الفل وبيعالج الزهايمر. الرمان مش بس للقلب والمفاصل، الرمان بيساعد على تدفق الدم وبيحمي المخ والخلايا بتاعته. معلومة مهمة جدا ليك، عارف القشر الابيض ده اللي كل الناس بترميه وبتتفه وبتنظف الرمان منه؟ لا، القشر الابيض ده مفيد جدا جدا للقولون بتاعك، لان فيه الياف ومركبات مفيدة جدا للقولون. علشان اكتر فايدة من الرمان اضربه كده في الخلاط مع شوية القشر الابيض ده، يعني شوية منه اضربه في الخلاط كويس وصفيه واشربه، هيبقى طعمه لاذع شوية. ما تحطلوش سكر، السكر انت مش ناقص سكر، هو فيه سكر كفايه، بس مفيد جدا جدا ليك. وكل اللي انا قلته لك ده لو مش مكفيك فوايد براحتك، ما تشربش رمان عادي. والحق بقى خزن الرمان عشان ده موسم قصير، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. ولو اول مره تتفرج على فيديوهات كايرو جاردن ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك وشير للفيديو، واكتب لي في التعليقات بتحب الرمان ولا من القله القليله المندسه اللي ما بتحبش الرمان، وليه ما بتحبوش. شكرا واشوفكم في الحلقه الجايه من لازم تاكل مع كايرو جاردن.